هل فكرت يوم ايه أول حاجة بتحسي بيها لما تخرج الروح؟ اللحظة دي أغرب من أي حاجة ممكن تتخيليها. بتشوفي جسمك قدامك بس خلاص ما تقدريش ترجعي له. الناس حواليكي بتعيط، بيحاولوا يصحوكي، بس انتي خلاص رحلتك بدأت. في اللحظة دي بتبدأ الروح تطلع بهدوء. لو كنت مؤمنة بتطلع بسهولة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنها تسيل من فم السقاء. يعني بتخرج برقة، مفيش ألم، مفيش خوف. وبيجي ملاك جميل وشه منور بيقولك بصوت كله طمأنينة: خرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان. وساعتها بتحسي براحة عمرك ما حسيتيها، كأنك كنت في غربة ورجعتي بيتك الحقيقي. لكن لو كانت الروح غير مؤمنة بتتسحب بالعافية، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفها: تنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. يعني بتخرج بصعوبة شديدة والملائكة وشوشهم غاضبة. بعدها بتبدأ الرحلة للسماء. كل ما تعدي على سماء الملائكة تسأل: روح من هذه؟ فيقولوا: روح فلانة بنت فلان، كانت من الصالحين. فيفتح لها أبواب السماء وتكرم. أما لو كانت روح فاسقة فالبوابات تتقفل، زي ما ربنا قال: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلقى الجمل في سم الخياط. بعد ما الرحلة السماوية تنتهي الروح بتنزل تاني للأرض، للقبر. الجسد خلاص اتغسل وتكفن والناس ماشيوا، وساعتها بيجي الملكان منكر ونكير، شكلهم رهيب وأصواتهم قوية. بيسألوك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اللي كان ثابت على الإيمان بيجاوب بثقة: ربي الله، دين الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي من السماء: صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إليها. فتملأ ريحة الجنة القبر ويبقى نور وراحة. أما اللي كان غافل مش عارف يجاوب، بيتلخبط. فينادي المنادي: كذب عبدي، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إليها. ويبدأ العذاب والعياذ بالله. بعد ما كل روح بتستقر في قبرها بتبدأ مرحلة جديدة اسمها البرزخ. المرحلة دي مش موت تام ولا حياة كاملة، لكنها حياة من نوع خاص. الروح فيها بتعيش على حسب عملها في الدنيا. الروح الطيبة بتتنعم في قبورها، ربنا يوسع لها المكان ويفتح لها باب للجنة، فتجيلها ريحها ونسيمها وتفضل فرحانة مطمئنة لحد يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا عنه، فإن كان مؤمنا فسح له في قبره 70 ذراعا ونور له فيه. أما الشهيد فمكانه أعلى وأكرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. يعني أرواحهم بتتنعم فعلا في الجنة نفسها مش في القبر، وبتشوف النعيم اللي وعد الله به عباده الصالحين. مفيش ألم ولا ضيق ولا انتظار، دول سبقونا بالفردوس. أما الأرواح اللي كفرت أو ظلمت أو أفسدت في الأرض فحالها مختلف تماما. القبور عليهم نار، زي ما قال ربنا سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني بيتعذبوا كل يوم الصبح وبالليل، وبيفضلوا كده لحد ما تقوم الساعة. والملحد اللي أنكر وجود ربنا بيكون في ظلام وحشة لا توصف، لأنه أنكر النور الحقيقي فطبع على قلبه ظلمة لا تنتهي. الجميل إن الأرواح المؤمنة بتتلاقى، زي ما قال ابن القيم: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني الأرواح الصالحة بتجتمع مع بعضها، يتكلموا، يسألوا بعض عن أحبابهم في الدنيا ويدعوا ليهم، ولو لسه في حد لسه ملحاش بيهم يسألوا عليه: ماذا فعل فلان؟ فلو كان بخير يفرحوا، ولو كان غير كده يحزنوا عليه. هل الميت بيسمع زيارة الأحياء؟ أيوة، الميت بيسمع سلام الزائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. يعني لما تزور حد بتحبه ويسمع صوتك ربنا بيمكنه إنه يرد السلام، ودي رحمة عظيمة من ربنا تخلي قلبك يطمن إنهم مش لوحدهم. ما تخافش من الموت، الموت مش نهاية، الموت باب بتعدي منه للعالم الحقيقي اللي كنت متجه ناحيته طول عمرك. ربنا قال:
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يعني دي لحظة انتقال مش فناء. المؤمن لما بيسمع كلام عن الموت ما بيخافش، بيستعد زي واحد رايح سفر مجهز شنطته ومبسوط، عارف إنه رايح لمكان أجمل وأهدى. الموت مش مرعب، المرعب إنك تروحه وإنت بعيد عن ربك. لكن لو كنت قريب منه بيكون الموت راحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. يعني بينتقل من تعب الدنيا لراحة الأبد. فما تخافش من الموت، خاف تبعد عن الطريق اللي يوصلك للجنة. الطريق للجنة مش صعب، بس محتاج صدق. ربنا مش طالب الكمال، هو طالب القلوب اللي بتحاول. ابدأي بخطوة صغيرة، صلي حتى لو فاتتك أوقات، اقرأي صفحة من القرآن حتى لو كنتي مش فاهماها كلها، ابتسمي في وش الناس واعملي خير في السر. دي الحاجات اللي بتفتح لك أبواب النور بعد الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني حتى نصف تمرة ممكن تبعدك عن النار. فما تستصغريش أي عمل صالح، خلي نيتك دايما لله، ولو غلطت ترجعي، هو سبحانه بيغفر الذنوب جميعا. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كلنا بنغلط، بس اللي بيرجع هو اللي بينجو. النجاح مش إنك متغلطش، النجاح إنك تغلط وتكمل بعدها على طريق ربك. النعيم اللي اتكلمنا عنه مش بعيد، هو مستنيك، بس محتاج خطوة صدق واحدة منك. كوني من اللي بيمشوا على الأرض وقلوبهم متعلقة بالسماء. الرحلة دي مش بعيدة عننا، كلنا في يوم هنعيشها، بس الفرق الحقيقي هو إحنا مستعدين ولا لأ. صلاتك، ذكرك، صدقتك، قلبك، كل ده هو اللي هيحدد شكل رحلتك بعد الموت. شوية حاجات بسيطة لكن ليها وزن كبير. خلي الصحبة الطيبة حواليك، لأن القلب يتأثر بالصحبة. استمري في الصلاة والذكر والقراءة، ولو شوية كل يوم. اعملي صدقة جارية، حاجة بسيطة تذكرك بالخير بعد موتك، صدقة على مسجد أو كتاب قرآن أو بئر. خلي آخر كلامك في الدنيا شهادة: لا إله إلا الله. الكلام البسيط ده ليه قيمة عظيمة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ونورها لنا بنور وجهك الكريم، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ولا تنسوا يا أحبتي أن القادم أعظم، ففي الحلقة القادمة سنبدأ رحلتنا مع النفخ في الصور والبعث من القبور. فكونوا معنا واذكروا الله دائما. اللهم أحسن خاتمتنا، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله.